وهاي اطيب صحن تشيكن جهزته بس ب10 دقايق. تعالوا معي لنشوف طريقة التحضير. عندي صدر دجاج حززته بهي الطريقة هاي. والبهارات هون بدي معلقة لبن، معلقة خل، معلقة ثوم، معلقة بابريكا، بهارات الدجاج، ملح. رح خلط المكونات مع بعضها. بحاول فوت كل الصوص بقلب قطعة الدجاج. هلا بدي اتركها، بدي انقعها اقل شي نص ساعة لحتى تتشرب كل المكونات. وهي عندي قطعة الدجاج بعد ما ارتاحت بالبراد تقريبا شي نص ساعة. هلا بدي اخذ قطعة الدجاج بدي اغلفها بالكعك بهالشكل هذا. وهيك تغلفت عندي من كل الجهات، اخذت كعك من كل الجهات. هلا بدي اخذها وحطها بقلاية الاير فراير. بخها زيت. هلا بدي اخذها على الاير فراير لمدة 20 دقيقة. عندي هون كمان بطاطا بدي احطهم معها بالاير فراير. عندي هون الصحن حطيت سلطة بدي احط شوي من المايونيز للسلطة. هون عندي بعد ما استوت البطاطا ضفت الجبنة وبدي رجعهم على الاير فراير لمدة شي دقيقة. نزل البطاطا. قطعة الدجاج. حطيت من هيدا المايو. نحط شوية من الشيبس، بصل مقرمش. ارجع اضيف شوية مايو. وبهيك جهز عندي الصحن. وهي اطيب صحن تشيكن. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا لايك واشتراك بالقناة. بشوفكم بفيديو جديد.